ماله ده؟ عشمان، والعشم بيشرح القلب حتى لو على فشوش. ما علينا. ايوه موسى بيه، استاذ رؤوف الديناري بره وعايز يقابل حضرتك. خليه يتفضل. بقول لك ايه، ما تجيبيش البوفيه. حاضر يا فندم. يا سلام، وحشتنا طلعتك الباقيه. استحلفك بكل المقدسات يا شيخ، قصر وقول اللي عندك، لان ظهورك في حد ذاته ملل. هقول لك المختصر المفيد. انا عارف اللي حرق قلبك وقتل ابنك، واحد من جوه عيله الراعي، وقريب منك قوي يا موسى، وقريب قوي من فايقه. بس كده هكتم بقي ومش هقول حاجه. انت عارف مين اللي قتل حمزه؟ مين؟ يا موسى مش بسهوله كده، كل حاجه بوقتها. موسى 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 اهدى. هذا ايه مش شايف؟ اقول لك نسمع بس منه. اهدى. موسى انت راجل ابن سوق وعارف ان كل حاجه وليها تمن، ومعلومه زي كده تمنها كبير قوي. سلام بقى انا يا ولاد الراعي. بقول لك ايه، تعالى. اللي اقول يا رؤوف، انت عارف ليه الحمار كل الناس بتحبه؟ عشان الحمار بيعمل لهم كل اللي هم عايزينه من غير ما يتعبهم. عشان كده انا بحبك. بطل نهيق، قول عايز تقول ايه من غير فلسفه. الواد ده كداب يا موسى، كل اللي بيقوله ده كذب في كذب. الكلام اللي انت سمعته دلوقتي حالا ده انا اللي قايله لسعاد عشان توصله لليلى المذيعه، عشان اعرف ليلى بتوصل لمين. فالحمار تفضل مشكورا وجاب لنا المعلومه على ظهره لحد هنا. تشكر يا حمار. بلاش قله ادب، انا ما اعرفش المذيعه دي اصلا، ما اعرفش يا موسى. بس اكيد تعرف الحمار اللي يعرفها. الله ينور عليك يا موسى يا ابو المفهوميه. والله العظيم 3، لو طلع ليك دخل من قريب او من بعيد بموت ابني لهذبحك بايدي. الجيم لسه ما انتهاش يا ولاد الراعي. بحبكم. لا 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 موسى، والله ما يستاهل. ما يستاهلش. سامج قوي. انا عايز اعرف، انت شايف انه رؤوف ممكن يبقى فعلا له علاقه بقتل ابني؟ لا 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 خالص. رؤوف اقل من كده بكتير. في حد ورا رؤوف، ورا ليلى كمان. تعبت. صدقيني يا ماما انا ما عملتش اي حاجه غلط. ابوكي لو شم خبر مش بعيد يروح فيها. ليه كده بس يا توبه؟ ليه كده؟ الناس دي احنا مش قدهم، لا احنا منهم ولا هم مننا. دي اخرة تربيتي فيكي. يا ماما انا ما عملتش اي حاجه غلط صدقيني، كل ده كان بس اللي هو اللي عايزه بارادته وبكيفه، انا ما كنتش عايزه كده. صدقيني موسى بيوعدني انه هيجوزوني رسمي والله. والست فايقه بقى هتسكت على كده؟ هتعمل فيا ايه اكتر من اللي هي عملته فيا؟ الست فايقه عمرها ما هتجوزك ابنها غصب عنها. يروحها في باسل، مش هتنولهولك حتى لو فيها موتك. هتجوزه وغصب عن عين اي حد. طول ما اللي في بطني ده موجود هيحميني، لا فايقه ولا غيرها هيقدر يلمس مني حاجه. ماما ده حلم اللي انا حلمته من زمان، محدش هيقدر ياخده مني. طول عمرك باصه في العلال يا بنت بطني ومش عاجباكي عيشتك. ربنا يستر، ربنا يستر. اهدي. جواهر ممكن ادخل؟ جواهر تعالى يا باسل بيه، تعالى اتفضل. اهدي والنبي ما تقلقي. اسكتي. انا عارف ان انت اكيد قلقانه يا جواهر، بس ما تقلقيش، محدش هيعرف يجي جنب توبه طول ما انا موجود. اعملوا اللي انتوا عايزينه. ماما فايقه
انا خايفه قوي منها. ما تخافيش. انا عارف ان انت خايفه بس ما تخافيش. محدش عارف يجي جنبك. طب انا عايزك تنسي كل حاجه. انا وانت هنبدا من اول وجديد. انا جوزك. هعلن ده قدام كل الناس. الولد اللي في بطنك ده انا وانت هنربيه غصب عن اي حد. انا نفسي اصدقك قوي. ما تخافيش يا توبه. ايه ده يا هشام؟ انت جايبني محل بقاله؟ ما انا دورت ابص عرفت ان محل البقاله ده كان مكانه محل التصوير بس قفل غالبا. طب مخصوم لك يومين، يلا سبقنا على العربيه. ليه؟ بص انا ذنبي ايه؟ تخصم لي يومين ليه؟ لا اله الا الله. صباح الخير يا ريس. صباح الفل يا باشا، أؤمر. بقول لك يا ريس، كان في زمان مكان محل البقاله ده استوديو تصوير اسمه استوديو الحياه. استوديو الحياة؟ ياه، ايه انت هتقول شعر؟ ده من زمان قوي. طيب ما تعرفش فين مكانه دلوقتي استوديو الحياه؟ ياه، وبتسأل ليه حضرتك؟ لا اصل صاحبه كان صاحب ابويا الله يرحمه وبعتني عشان اطمن عليه. عم مرقص ده كان راجل طيب قوي. مين عم مرقص؟ صاحب استوديو الحياة. ياه، طب ما تعرفش فين مكان عم مرقص؟ أعرف بس أقول لك نظر. اتفضل يا سيدي. هات لي كارتين شحن. إيه؟ ممكن تدلني فين مكان عم مرقص؟ بص يا باشا، هتمشي كده. يا شادي، فريدة دي بنت عمك، مالكمش غير بعض، عايز عينك عليها على طول. انا خايف تصاحب واد صايع يضحك عليها ولا حاجه. يا انكل رؤوف حضرتك مش فاهمني. فريده مش شبهي ومش بتحب الاماكن اللي انا بسهر فيها. لا وكمان هي اصغر مني فمفيش لغه حوار ما بيننا. يا ولا يا ولا، حوطوا عليا من دلوقتي. انا بعد عمر طويل كده يعني ان شاء الله يعني هموت، كل الحاجات دي هتبقى باسمك انت وفريده. بجد يا عمي؟ بجد يا عمي. طب قول بعد الشر، ربنا يخليك لينا ويبارك في عمرك. اي حاجه من اللي بتتقال في المناسبات اللي زي دي. انا مش فاهم انت طالع قليل الاصل لمين؟ بعد الشر يا عم. رؤوف بيه، مستر راغب الراعي بره وعاوز يدخل لحضرتك. خليه يتفضل. اوكي اتفضل انت حبيبي. ماشي، مع السلامه يا شادي. عايز ايه يا راغب يا ابن الراعي؟ زيارتك التقيله قوي على قلبي دي بخصوص ايه المره دي؟ اول حاجه انك ما اتغيرتش زي ما انت بقف. ما تخليك محترم بقى الله. اديني بس فرصتي افهمك وساعتها هتشكرني. على فكره انت رحت المكتب لموسى الراعي وضربت رجل على رجل وفتحت صدرك وقلت له بمنتهى الثقه انا عارف مين اللي قتل حمزه، بس انا بقى حرقتك قدامه وطلعتك بقف. يعني زي ما تقول كده باختصار انا حطيت البقف قدام القطر. ويكفيك الشر بقى اللي يفكر انه يضحك على موسى الراعي او يعديه. دي اول حاجه. تاني حاجه بقى، مش في ميتنج. انا اسفه يا رؤوف بيه بس في محضر بره من المحكمه جاي يقابل حضرتك. محضر؟ ايوه. مش بره. محضر ليا انا؟ ما هي دي الحاجه التانيه اللي انا جاي لك علشانها. اصل انا رفعت دعوه اثبات نسب ان فريده هتبقى بنتي. متهيألي بقى جه الوقت المناسب ان البنت ترجع لابوها الحقيقي. من حقك يا راغب تتدلع، سهمك الايام دي في العالي. ولاد الراعي طول عمرهم اسهم في العالي، بس انت اللي قليل. بقف مش فايده. يا ابن الراعي